السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هدى أم البنات. شارك معكم طلبية حضرتها في وقت قصير. عندي زلافة ديال اللوز، كاس ديال الزهر. اول حاجه غادي نتزقو هنا كاس ديال الزنجلان، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده ما عامرينش، 3 الخمارات فيها 8 غرام، 2 فانيات، شويه الملحه، 3 المعالق كبار ديال حتى ما تبان لكمش.
نقاد الكويرات اللي حليبلات اللي حلبلت الفقاص بحال هكا. باش يجيو مستويين. درت الكاكاو خلطته مع شويه ديال الماء ديال الزهر حتى ولا بحال هاد الطريقه. غادي ندهن بالفرشات بالشيت عفوا بهاد الطريقه. ندير الجناب حتى شي بلاصه ما تبقى باينه. كله غادي ندير فيه كاكاو. صراحه كيجي زوين هاد الطريقه، هذا احسن من البيض. غادي ناخذ فرشيطه بهذه الطريقه. غادي ندير شريطات جناب حتى هما. طريقه سهله ما توركوش بزاف، غير شويه. هنايا مرحله ديال الطياب. انا راه ما شعلش الفران حتى كنسالي، عاد كنخشي في اللاطه في الفران، عاد كنشعل الفران. والمرحله ديال الطياب كنطيبو بحال الشكل ديال الكيكه، كيكون مهيل كنطيبو من التحت عاد كنطيبو من الفوق. ودرجه الحراره كتكون مهيله وتخلي واحد شويه الفران محلول غير شويه، وغادي يطيب على خاطرو. بعد ما طاب الفقاص وخليته برد وغطيته بعدا هو الاول. دابا غادي ندوز نقطع الفقاص. انا كنقطعو بهذا الموس، كناخذو من عند الدروغري، راه كيتباع رخيص رمادي. غادي نقطعو بشويه باش ما يتهرس لي حتى شي بلاصه. نجبدو من الفران، كنغطيه بالمنديل وبلاستيكه وخليه يبرد على خاطرو. اللي بغيتو تبيتوه بغيتو تدخل طيبو في هذاك النهار تقطعوه ماشي مشكل، المهم خصو غير يبرد. انا غادي نستفو في اللاطه كما قلت لكم. الطياب كنطيبو في البوطه ناقصه مهيله، وكنخليه يطيب على خاطرو باش كيجي مقرمش. دابا غادي ندخلو الفران يطيب كما قلت لكم. الفران يكون مهيل بحال اللي كطيبوا الكيكه. بالنسبه للغريبه حضرتها معكم مؤخرا، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هو الشكل ديال الفقاص كيجي رائع مقرمش. من كطيبوه مهيل كيجي اللون ديالو ذهبي. ست في الطلبيه في الكرتونه. ان شاء الله تعجبكم. تقولوا لي كي جاتكم في الكومونتير، وما تنساوش ديروا لي جيم وصابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.